مشاهدينا في كل مكان، سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نستهلها بالعناوين. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم للمرة 21 على مستوى البلاد. وزارة الدفاع تخرج عدد من أعضائها بعد برامج تدريبية متخصصة. تنظيم المهرجان السنوي 13 لكلية أوروتا للطب والعلوم الصحية. باكستان تؤكد اتفاقا وشيكا والجيش الإسرائيلي يهدد حزب الله. بيونغ يانغ تتوعد بتعزيز قدراتها بعد صفقة أسلحة أمريكية لسول. وبكين تندد بإجراء أمريكي ضد شركات صينية كبيرة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم إحياء 24 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم على مستوى الوطن للمرة 21 تحت شعار قطرة من الإنسانية، تبرع بالدم ننقذ الأرواح، وذلك بالتعاون بين خدمات بنك الدم الوطني والجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم اليوم 13 من يونيو بقاعة الاتحاد الوطني للمرأة بأسمرة. وقال سكرتير الجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم في إريتريا السيد برخات موسازجي في المناسبة إن هذا اليوم هو يوم يتم فيه تكريم المتبرعين بالدم طوعية لمبادرتهم الوعية لإنقاذ الأرواح، ويتم توجيه دعوة إلى المواطنين الذين لم يشاركوا في التبرع بالدم طوعيا. من جانبه قال المدير الطبي لخدمات بنك الدم الوطني الدكتور يوهانس تخستم إن الهدف الرئيسي لخدمات بنك الدم الوطني هو جمع كميات كافية من الدم الآمن للحد من الإعاقة والوفيات من خلال توفير الدم الآمن ومشتقاته لجميع المستشفيات في البلاد، مضيفا أنه مع ازدياد الوعي يتم جمع أكثر من 15,000 كيس من الدم سنويا. وقال السيد إيوب فرزجي متحدثا نيابة عن مكتب منظمة الصحة العالمية في إريتريا إن معدل التبرع العالمي بلغ حوالي 2.2 مليون في أوائل عام 2000، وقال إن العدد ارتفع إلى 7 ملايين في عام 2023، وأن 7 من كل 10 تبرعات بالدم مجانية، وهو أمر مشجع للغاية. وقدمت مسؤولة اتحاد المرأة في الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي شرحا حول مشاركة النساء في التبرع الطوعي بالدم. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة وشهادات تقدير على المتبرعين بالدم المتميزين. ويتم إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم في 24 من يونيو للمرة 21 على المستوى الوطني والدولي منذ عام 2004. أقامت وزارة الدفاع اليوم 13 من يونيو في العاصمة أسمر حفل تخرج ل 275 من أفرادها القادمين من القوات البحرية والقوات الجوية ومختلف إدارات الوزارة، وذلك بعد إتمامهم دورة تدريبية استمرت 3 أشهر في عدد من المجالات التخصصية. وشملت البرامج التدريبية 29 متدربا في مجال الصحافة، و37 في التصوير الثابت والمتحرك، و59 في التصميم الجرافيكي والمونتاج، إضافة إلى 50 متدربا في تكنولوجيا الحاسوب. وفي كلمة ألقاها خلال المناسبة دعا قائد هيئة الأركان بوزارة الدفاع الفريق فيليبوس والديوحنس الخليجيين إلى الاطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والمساهمة بوعي في توثيق تاريخ الأجيال الإريترية وصون الإرث الوطني، مؤكدا أهمية التحلي بالمسؤولية والانضباط في أداء المهام الموكلة إليهم. من جانبه أوضح منسق البرنامج التدريبي السيد تسفى ألم كستي أن الدورة تأتي ضمن البرامج المتواصلة التي ينظمها فرع الإرشاد والتوجيه بوزارة الدفاع بهدف تعزيز كفاءة أفراد قوات الدفاع، مضيفا أن المشاركين تلقوا تدريبات شملت تنمية المهارات المهنية والسلوكية وإدارة الوقت وأساليب جمع المعلومات واستخدامها بالشكل الصحيح إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وعبر ممثل الخريجين عن تقديرهم للفرصة التي أتيحت لهم، مؤكدا أن المعارف والمهارات التي اكتسبوها ستسهم في رفع مستوى كفاءاتهم المهنية وتمكنهم من أداء مهامهم بصورة أفضل مستقبلا. وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات التخرج والجوائز التقديرية على المتفوقين، كما جرى تكريم الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح البرنامج التدريبي.
أقيم حفل اختتام المهرجان السنوي 13 لكلية أروى للطب والعلوم الصحية في 12 من يونيو في حرم الكلية بأسمرة. المهرجان الذي استمر لمدة 6 أشهر على شكل مسابقات ركز على التعليم والثقافة والريادة، بالإضافة إلى عروض الأزياء وعكس التقدم المحرز في التعليم الطبي. ووفقا لعميد الكلية الدكتور يمان سيوم، فإن المهرجان يساعد الطلاب على تعزيز قدراتهم التنافسية من خلال تعزيز إمكاناتهم ووعيهم، كما أنه يعزز أبحاثهم وإبداعهم. قال مسؤول فرع اتحاد الشباب والطلاب في الكلية الشاب أبرهة الأسفاو إن المهرجان يلعب دورا في التطور البدني والعقلي للطلاب، وقال إن المحتوى الذي يتوسع كل عام هو مثال على ذلك. من جانبها قالت هيلين أمينة مسؤولة قسم متابعة الأقاليم في الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا إن المهرجان هو أحد البرامج التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الكليات، مضيفة إن المحتوى المقدم يعكس أداء الطلاب، ودعت إلى زيادة الدعم من شركاء العمل. في الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في فئتي الأفراد والمجموعات، حيث حصل طلاب قسم الصيدلة على اللقب. وقدم الكاتب والمؤرخ السيد آلم سجد تسفاي ندوة حول أهمية التاريخ في المجتمع. نظمت في مدينة الدقية حملة توعية بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 14 من يونيو، بهدف تعزيز مخزون بنك الدم والمساهمة في إنقاذ الأرواح، وذلك من خلال لقاء مع رجال الدين. وأوضح رئيس جمعية المتبرعين بالدم في مدينة الدقية السيد كيروس جبر مريم أن الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحد من النقص في إمدادات الدم للمستشفيات، مشيرا إلى أن الدم لا بديل له في إنقاذ حياة المرضى. ودعا رجال الدين إلى الإطلاع بدورهم في نشر الوعي وتشجيع المواطنين على المساهمة في التبرع الطوعي بالدم. من جانبه قدم مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد ولد أب قبل بهر شرحا مفصلا حول الفوائد الصحية والإنسانية للتبرع بالدم، مشيدا بالدور الذي يطلع به المتبرعون المنضوون تحت مظلة الجمعية في مدينة الدقية، وما يقدمونه من إسهامات لدعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات المرضى. وأكد المشاركون في اللقاء أهمية تكثيف برامج التوعية والتثقيف المجتمعي باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، داعين إلى توسيع نطاق الحملات التوعوية. نفذ أعضاء الجمعية التعاونية للفرقة 37 سابقا حملة نفير في مقبرة الشهداء بمدينة هيكوتا، وذلك في إطار الأنشطة الجارية لذكرى يوم الشهداء 20 من يونيو. وأوضح المشاركون أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة لتجديد العهد والوفاء لتضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل استقلال الوطن وحريته، مؤكدين اعتزازهم بالمشاركة في هذه الأعمال الطوعية التي تجسد قيم الوفاء والعرفان لتلك التضحيات. وأشاروا إلى أنهم وبالتعاون مع سكان هيكوتا يساهمون في استكمال أعمال بناء السور المحيط بمقبرة الشهداء حامد إدريس عواته، إضافة إلى تنفيذ أنشطة تهدف إلى المحافظة على الموقع وتطويره بما يليق بمكانة الشهداء وتضحياتهم. كما أكد أعضاء الجمعية أهمية اطلاع جميع فئات المجتمع بمسؤولياتها في الوفاء بوصية الشهداء والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية، لافتين إلى أنهم قدموا دعما لأسر الشهداء من خلال أعمال الحراثة وتوفير الشتلات والمساعدة في صيانة المساكن في إطار جهود تعزيز التكافل الاجتماعي وخدمة المجتمع. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة أنباء على الصعيد المحلي، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة على الصعيد العالمي. أكدت باكستان اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران بعد إعلانها إنجاز الصيغة النهائية للتفاهم بين الجانبين، في وقت تتواصل فيه المفاوضات حول القضايا الخلافية وعلى رأسها الملف النووي الإيراني. وبالتوازي مع الحراك الدبلوماسي، تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع تهديد الجيش الإسرائيلي بالتحرك ضد حزب الله وإصداره إنذارات بإخلاء عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام، فيما أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم الحالية تتضمن 14 بندا وتشكل المرحلة الأولى من مفاوضات تمتد 60 يوما، مشددا على أن استمرارها مرهون بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل استعداداتها لإقامة مراسم توقيع الاتفاق في مدينة جنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذا واستدعت الهند القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لديها للمرة الثانية خلال يومين، وذلك في إطار الاحتجاج على الهجمات الأمريكية على سفن تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان هذا الأسبوع، التي أسفر أحدها عن مقتل 3 بحارة هنود. ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن وزارة الخارجية نددت بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو متطور ومتعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وقال المدير العام للسياسة الخارجية بالوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التعاون العسكري بين واشنطن وسول يجري تعزيزه بصورة منهجية رغم ما وصفه بالقلق الدولي إزاء تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها. وأشار المسؤول إلى موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع صواريخ جو متطورة ومعدات ذات الصلة إلى كوريا الجنوبية بقيمة تقارب وكانت كيم يو جون شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون قد أكدت الأسبوع الماضي أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية، معتبرة أن هذا الملف غير قابل للتفاوض على الإطلاق. أفادت وزارة التجارة الصينية بأن بكين غير راضية إطلاقا عن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة بإضافة عدة شركات صينية كبرى إلى قائمة وزارة الدفاع البنتاغون للشركات التي تقول واشنطن إنها تساعد الجيش الصيني. وعبرت الوزارة أيضا عن قلقها إزاء التحديث الذي أعلنه البنتاغون الذي شمل أسماء شركات تكنولوجيا عملاقة مثل علي بابا ومحرك البحث على الإنترنت بايدو وشركتي صناعة السيارات BYD ونيو. وتضم القائمة عددا كبيرا من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة التي تعد أساسية في تعزيز القدرات العسكرية والصناعية لبكين، بما يعكس المخاوف الأمنية الأمريكية وسط التنافس جيوسياسي حاد بين البلدين. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل، وذلك بعد رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان. وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين قد أكدا موافقة كل الدول الأعضاء على إطلاق مفاوضات الانضمام الأولي مع أوكرانيا ومولدوفا. يذكر أن مفاوضات عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي كانت قد أطلقت رسميا في يونيو 2024 لتبدأ بذلك عملية معقدة وطويلة تستغرق عدة سنوات وتشمل ملفات متعددة بدءا من الزراعة وصولا إلى سيادة القانون. ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم للمرة 21 على مستوى البلاد. وزارة الدفاع تخرج عدد من أعضائها بعد برامج تدريبية متخصصة. تنظيم المهرجان السنوي 13 لكلية أوروتا للطب والعلوم الصحية. باكستان تؤكد اتفاقا وشيكا والجيش الإسرائيلي يهدد حزب الله. بيونغ يانغ تتوعد بتعزيز قدراتها بعد صفقة أسلحة أمريكية لسول. وبكين تندد بإجراء أمريكي ضد شركة صينية كبيرة.
مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.